ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ورب دايما سعد وغير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالصلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي كمان صلاة عليه الصلاة والسلام. وحيد لا إله إلا الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا جددوا النية كده، ربنا يصلح نوايانا كلنا ويستخدمنا يا رب إن شاء الله في مساعدة غيرنا. متنسوش الدل على الخير كفاعله. يلا بينا. دلوقتي طبعا الحاجة دي من أهم الحاجات اللي عندكم، الفيديو ده بالذات، لأن هو إن شاء الله يعني لو سهل عليكم الدنيا إن هو ده هيبقى بداية لمعظم الموضوع اللي جاي كله. هيعتبر إن انتوا الحبة اللي تفهم دلوقتي هم اللي هيريحوكوا، إن مشكلته موضوع اللخبطة. يعني هي المادة إن شاء الله سهلة، بس هي مشكلة فعلا قوانين كتير محتاجة تدريب منكم، تضغطوا كل ما ينزل فيديو تروحوا متفرجين عليه وحلين عليه على طول إن شاء الله. فالقوانين هتتلخبط منكم شوية، فعايزة تدريب بس. فلا تخافوا لكن احذروا. تمام ماشي. ايه بقى؟ بسم الله. ايه النت سنجل بريميوم ده؟ هي دي الفلوس اللي انت هتدفعها لشركة تأمين في الأول. بس ملخص الموضوع بقى بالإنجلش بقى: individual will pay to the insurance company in the beginning. الحاجات دي بقى المهم ان انت تبقى فاهم. بس يبقى بالنسبة لي دي الفلوس اللي انا بدفعها في الأول لشركة التأمين، أو بيسموها cost of insurance، تكلفة التأمين. كلام منطقي حتى الآن. وان اس بي عشان احنا هنتعامل بيها اختصار نت سنجل بريميوم. طيب انت بتدفع التأمين، تأمين على ايه ده بقى؟ هي مش معروفة تأمين على الحياة وخلاص؟ لا، ما هو تأمين على الحياة ده ليه كذا نوع. هو انت قصدك انك هتاخد الفلوس وانت عايش، ولا هتاخد الفلوس لما تموت، ولا هتاخد الفلوس سواء عشت او مت؟ ايه ده؟ كل دي اوبشنز موجودة. انت عندك 3. حلو. عندك لايف انشورنس، هو ده التأمين على الحياة فعلا. ان هو لما انت تبقى عايش، لما اجي اقول لك مثلا لو انا عشت لحد ما يبقى عندي عمر الفلاني ان شاء الله، يبقى انا هاخد فلوس على الموضوع ده. طب ديس انشورنس، ان انت لو مت لا قدر الله في الوقت الفلاني، او في جميع الاحوال يعني ربنا يجعله خير في الوقت ده يعني، ويرزقنا التوبة والشهادة قبلها كده ان شاء الله. فان انت لو مت في الوقت الفلاني ده، الورثة هياخدوا الفلوس بافتراض يعني المعنى ده. فيه تفاصيل كتير من الحوار ده. والاخيرة اللي هي الميكس بقى، ان هو لو انت عشت وقت الفلاني ساعتها تاخد انت الفلوس، طب ولو مت في الوقت الفلاني ساعتها الورثه هياخدوا الفلوس. كل واحده وليها تفاصيل اكتر من اللي انا بقوله ده، بس المهم من بره تبقى انت فاهم وايه الاختلاف. انك في لو انت عايش، في لو انت مت، في لو انت عايش او مت. فهنبدا باللي انت ايه، اللايف انشورنس. ان هو لو انت عايش ايه اللي ممكن يحصل؟ في حاجتين ممكن يحصلوا. هو انت بتتكلم على انك فلوس كوبشه واحده ولا فلوس كتير؟ يعني انت شركة التأمين ممكن مرة تروح مديلك فلوس كده وخلاص انتهى الاتفاق على هنا، وفي بقى ان هي تفضل تديلك كل سنة، كل نص سنة ايا كان، بس احنا هنعتبرها كل سنة تفضل تديلك في فلوس كده. تمام. ده في حالة ان انت فضلت عايش. طيب خلينا في هنا البيرو انداومنت دي، اللي انا اتفق معاك على اتفاق. احنا في الاول هنقول شوية فهم، وبعد كده ايه، حل في حل في حل ان شاء الله. بس يعني يبقى عندك خلفية كده، فاستمع بكوباية النسكافيه حاليا. تمام. فهي الفكرة هنا انك مثلا عندك 20 سنة اتفقت مع الشركة انك لو تميت 35 سنة هتاخد ساعتها مبلغ التأمين. طب ولو مت قبل 35 سنة؟ لا، مع السلامة كده، شكرا. على طول خلاص. بس فهو يبقى هو ده فكرة البيور انداومنت. بتتفق معايا لو تميت الوقت الفلاني هاخد الفلوس، ما تميتش شكرا. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ بالقانون ده ان اس بي. خلاص احنا كده كده عرفنا كلها هتبقى ان اس بي بقى. ار في دي اكس بلس ان على دي اكس. ار دي اعتبرها الفلوس اللي انت هتاخدها من التأمين، واللي تحت ده العمر اللي انت بتبقى متفق عنده، واللي فوق ده بيبقى العمر اللي انت هتاخد الفلوس عنده، سواء بقى دي او حاجة تانية. يبقى افتكر بس حوار ايه، ان انت اللي فوق ده اللي انت هتاخد الفلوس عنده. خلينا ندخل في الحوار شوية. هو دلوقتي بيقول لك اهو، قال لك هات لي الان اس بي. شكرا. تمام. ل 10000 انداومنت بوليسي اهي. يبقى شكرا، يبقى دي الار ال 10000. حلو. هتدفعها في خلال 10 سنين، يبقى المدة 10. وانت حاليا عندك 25، يبقى الاكس 25. فكنت انا دلوقتي اللي انا اعرفه، هو كان هنا في كلمة بيور بس احنا هناخد سؤال حتى لو مش مكتوب يعني. اللي اعرفه ان هو القانون بتاعي ار تايمز دي اكس بلس ان على دي اكس. بص، احنا عشان نبقى متفقين، لو انا حطيت نفسي مكانك، انا عن نفسي اكس بلس ان والكلام ده هيزاولني زيادة الصراحة. انا بقوله لك عشان تبقى انت عارفه، تشوز بقى قانون. لكن لما اجي احل انا هاممني ان انا ابقى عارف ان هي بالعقل كده، انا عارف ان هي ار. حلو.
تايمز. احنا دايما متفقين اصلا من الفيديو اللي فات ان دايما بكتب الرقم اللي هو العمر بتاعي، يعني انا 25 يبقى تحت 25 كانت ال، المره دي ده الفرق بس، لكن كده كده كنت دايما تحت بثبت نفس الرقم ما بغيرش فيه. طب وفوق كانت عامله شبه البي اللي جاي لي دغري ده، ان انا كنت بزود العشرة. ما هو انت بتتكلم هنا انك هتاخد الفلوس امتى؟ لو انت تميت 35 سنه هتاخد الفلوس، صح؟ بيقول لك لو قعدت 10 سنين عايش هتاخد الفلوس بس. فاهمني؟ مش فاهمني؟ احنا كده كده هنكرر، بس في سؤال اكيد جواك، هو ايه دي اصلا؟ اصل انت المحاضره اللي فاتت فوتت الحاجات دي تحت. انا فوتها لغرض مقصود يعني. احنا هنفهم كل واحده في طريقنا، شبه الدي دلوقتي. انت الدي دي اساسا بتجيبها من الجدول على طول، بيبقى مديلك جدول، بتروح تبص عند اكس ب 35 هتلاقي ان مكتوب هنا دي اكس، يبقى دي الاجابه على طول، هتلاقيها جنبها على نفس الجدول. اللي مش فاهمني يمسك المحاضره هيلاقي فيها الجدول في الاخر وخلاص. طيب لا، بس هو في المحاضرة اللي قبلها كان في طريقة هو كاتبها، كان كاتب لك دي اكس بتساوي في اكس في ال اكس. يعني انا لما اسألك على دي 25 هتروح تجيب لي في 25 في ال 25. يعني ايه في 25؟ اللي هي البريزنت فاليو. بريزنت فاليو اللي هي كانت بتبقى 1 بلس اي باور نيجاتيف ان في ال 25 دي، اللي هو يكون هو مديها لك بقى. والاي دي بيكون نسبة برسنت هو مديها لك، يجي يقول لك مثلا 2.5%. والان ولا كني قلتها، خليها اكس اسهل لك يعني. حلو، يبقى نيجاتيف 25 على طول. مش فاهمني؟ يبقى افتح المحاضره، بس زي ما قلت لك هي ملهاش لازمه دلوقتي قوي غير انك تبقى عارفها بس المنظر وخلاص. احنا دلوقتي عايزين المهم يعني، ماشي؟ لان هي دلوقتي خلاص هي جاهزه بالنسبه لنا، بنروح نجيبها وشكرا، تمام. يعني لو رحنا نجيب دي من الجدول هنلاقي ان هي 3950. طب ولو جبنا التانية 5165 بس تطلع معانا الاجابه 7647.6 ان شاء الله. مش فاهم او فاهم؟ تعالى شوف السؤال ده. بيقولك دلوقتي واحد عنده 30 سنة راح عمل انشورنس ان هو ياخد كام؟ 100,000 لو هو عاش 20 سنة كمان. طب هنا ما قاليش ان هي بيور اندومنت. ايوه، هو معنى الكلام ايه؟ معلش يعني برضو حتة فهمة بسيطة كده. انت بتتكلم ان انت عندك 30 سنة هتاخد كوبشة فلوس مرة واحدة كمان 20 سنة لو انت عشت. يعني هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه، بعيدا عن اي حاجة تانية انت لسه دلوقتي هنتلخبط فيها مع بعض. بس الكلام دلوقتي واضح. 30 سنة عشت 20 سنة هاخد الفلوس، ما عشتش مش هاخد الفلوس. يبقى هي دي العادية بتاعتي اللي هي ان اس بي بتساوي ار في الدي على الدي. دي اللي هو عندي كام سنة، ودي اللي هو زود العمر اللي انا هعيشه يبقى 50 سنة. فاللي هو الار اللي هي الفلوس اللي انت المفروض هتاخدها، اللي انت قلت لي ان هي 100,000، فهتكتب 100,000. طب والدي 50 اروح اجيبها من الجدول الاقي ان هي 2549. طب والدي 30 اروح اجيبها من الجدول الاقي كده، اعملها بالتايمز تطلع معاك 56393.8 مثلا. فانت 0.80 يا عم 5 اهي. حلو، فانت اقرب حاجه ليك في الاجابات اللي هي ايه؟ هي طبعا دي كانت عندي 5 ماشي. اللي هي ايه؟ السي. ده كده الملخص السريع لفكرة انك تاخد فلوس مرة واحدة. لو انت وصلت لعمر واحد هتقعد بقى يختلف الامثلة ان شاء الله. جرب انت حل، ولو في مشكلة مع بعض على الواتساب زي ما قلنا ايه، اللي مش على الجروب ينور بس اتفضلوا يلا. دي النمرة التانية خلوها معاك احتياطي لو حد اتزنق بس. لكن دي النمرة شغالين عليها. طيب امال ايه المختلف بقى المرة دي؟ المختلف ان احنا نتفق بقى ان انا هفضل اديلك في فلوس. يعني انت دلوقتي قلت لي هتم 35 سنة هتاخد فلوس مرة واحدة واتفقنا خلص. لا، طب ايه رأيك بقى تتم 35 سنة واقعد كل سنة اديلك فلوس لحد ما تموت؟ طب ايه رأيك تتم 35 سنة واقعد اديلك كل سنة فلوس 5 سنين بس، 10 سنين بس؟ ففي كذا طريقة للاتفاق. المهم ان دلوقتي ايه المختلف؟ ان هيفضل تاخد فلوس ما تاخدهاش مرة واحدة. مرة واحدة دي انتهت. اما اللايف انيويتي دي هتلاقي ان هي لوحدها عندنا نعتبر ايه؟ 8 حالات. انت تحس ان هي 8 حالات، ايه ولا 8 حالات ولا حاجة. من وجهة نظري الشخصية يعني تحسس نفسك ان في 17,000 حاجة. هو فكرة بالفهم. احنا الكلام متقسم حاجتين، هو انت هتفضل تديني الفلوس دي لحد ما اموت ولا هتدهاني لوقت معين؟ ده الاساس. حلو كده، مش لازم بقى 8 حالات و19 حالة وما اعتبرهم نفس الحالة. هو فكرة عشان ما تزاولش نفسك. انا يا اما هيديني الفلوس لحد الاخر، انا بتكلم كاحساس ليك، لسه القوانين دي هنشوفها ماشي. يا اما ان نتفق ان انت ايه هتديني الفلوس دي بعد ما تتم 35 سنه هتفضل تديهاني لمده 10 سنين، لمده 5 سنين بس وخلاص. طب وايه حوار الديفرد ده؟ ان احنا ناجل الكلام ده. يعني ايه؟ يعني تيجي تقولي بص لو تميت 35 سنه اوكي
هديلك فلوس بس امتى بقى؟ لما يبقى عندك 55 سنة هبدأ اديلك فلوس، حتى لو مش فاهم كمل معايا. وهيبقى عندنا نفس الحالتين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نفس الحاجة، ان انا هقول لك هتتم 35 سنة، لا خلاص انا هديلك الفلوس ماشي اتفقنا تمتها ليك فلوس عندي اول ما تتم 55 سنة. هبدأ ان انا اديلك فلوس لحد ما تموت، او هبدأ ان انا اديلك فلوس لمدة 10 سنين. برضو نفس الفكرة، ان هي برضو يا اما هول لايف لحد ما تموت، يا اما التمبوراري اللي هي المؤقتة. طيب انسى اللخبطة دي شوية، خلينا نخش واحدة واحدة. انا دلوقتي بتكلم عادي، مفيش حاجة. انت هتتم 35 سنة يا معلم، ماشي هبدأ اديلك فلوس، حلو. يا اما هبدأ اديلك الفلوس لحد ما تموت، يا اما هديها لك لمدة معينة. زي ما قلنا انت دلوقتي برضو فقرة النسكافيه، اقعد افهم ما جاتش واحدة واحدة واحنا ماشيين جزء جزء. اوكي تعالى نتكلم في ان احنا خلاص هتديهاني لحد ما اموت. تداني بقى لحد ما اموت او لا، المهم ان هي ايه، ان هيبقى عندك جو بتاع الفاينانشال اللي هو فيه ديو والاوردينري. ديو ده اللي هو هديها لك اول كل سنة، اوردينري اللي هو هديها لك اخر كل سنة. بس نفس الفكرة، temporary ديو واوردينري، اول السنة اخر السنة. هنلعب بقى نفس اللعبة. المهم خلاص انسى كل حاجة وركز في الهول لايف بس، ان انت لو تميت 35 سنة هفضل اديلك فلوس لحد ما تموت. حلو كده؟ طيب هفضل اديلك بقى اول كل سنة ولا اول اخر كل سنة؟ اول اخر كل اول كل سنة ولا اخر كل سنة؟ تمام. هيبقى قدامك القانونين، ان اكس على دي اكس او ان اكس بلس 1 على دي اكس. انا مش فاهم حاجة، اوكي مش مهم عندنا. تعالى يلا بينا. انت دلوقتي اهو بيقول لك هات لي ال اس بي، شكرا اتفضل. لهول لايف جالي دغري. طب هو كان ينفع يجيني مش دغري؟ اه، قال لك هول لايف انيويتي. كان ممكن يفضل يقول لك كلام بمعنى انه هيدي لك بير يير فلوس تيل دايز، تيل ديس، تيل اي حاجه، المهم ان ايه، لحد ما تموت. يبقى هو كده قصده ايه؟ هول لايف، ان هو انا هديها لك لحد ما تموت. مش لازم يقولها بنفس الحاجه، انت فاهم فكره. عشان كده بقول لك بيبقى في حته بس فهم بسيطه انك تبقى فاهم الموضوع، مش لازم برضو تحسس نفسك ان الكلمه دي لقيتها يبقى هي دي خلاص. ما تعملش نفسك انك في اللالا لاند يعني، لا عادي يعني، فاهم؟ ماده مش من كوكب تاني، وانت مش اللي هو ايه، ربنا مش مديلك مخ، لا عادي الحمد لله. عشان بس انتوا في ناس بتعامل نفسها بعقليه ايه، انا ما بحبش الماس، انا طول عمري الماس ده مش عارف ايه. لا عادي. هي جزئين، جزء انت ما لقيتش حد بس يبقى معاك واحده واحده في الموضوع، وجزء تاني اكيد كان في مرقعه عادي يعني. الا لو ما كنتش بتتمرقع يعني الموضوع بس. فما تقلش على نفسك، الدنيا بسيطه ان شاء الله. نرجع لموضوعنا. ها، هول لايف انيويتي، حلو. يبقى انا فهمت كده ان هو لحد الاخر، تمام. في الاول ولا في الاخر؟ يعني انت هتديني كل سنه $1000، اوكي ماشي. ايه بقى هتداني امتى؟ ايه ده مش قايل لي اول السنه ولا اخر السنه يا ابني؟ ما هو قايل لك ديو هنا خلاص. يبقى هو يقول لك يا اما في البيجيننج في اول كل سنه، يا اما يقول لك كلمه ديو، يبقى انا فهمت ان هو قصده في اول كل سنه. شكرا، جالي دغري. ساعتها ايه؟ ما دام جالك دغري سامحه ليه، عشان صدق، ما كذب عليا. انا اسف معلش. محدش ركز معايا دلوقتي. وانا قاعد لوحدي كده محدش يركز معايا موت. دي حاجات اللي يلقطها يلقطها، اللي ما يلقطهاش خلاص راحت كده. المهم فين المفروض اقول لكم زي الجو اللايف اللي هو اللي فاهم بقى يكتب في الكومنتات. المهم يلا بينا. انا اسف معلش بفصلكم شويه. المهم طيب، فانت المفروض نفترض انك خلاص يعني بقيت مذاكر وعارف وجامد، ان خلاص طالما ديو او في البيجيننج يبقى ان اكس على الدي اكس. وتروح تحيل تقولي ثانيه واحده، ايه الان اكس اساسا؟ اوكي حته فهم، برغم يعني ان هي خلاص موجوده في الجدول، ولكن حته فهم عشان انت راجل جدع. المهم ايه هو الان اكس اساسا، او هي اصلا اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ هو انا ليه ما كتبتهاش دي اكس عادي؟ المفروض برضه ابقى عندي سنس كده، حته صغيره يعني. ليه قبل كده كنت بكتبها دي اكس والمره دي كتبتها ان؟ ما هو انت المره اللي فاتت كنت بتتكلم انك هتاخد فلوس، مثلا لما كتبتها دي 35 على دي 25، انت بتتكلم ان عندك 25 سنه هتاخد فلوس مره واحده عند 35 سنه، بس بسيطه. طب المره دي انت بتتكلم في ايه؟ طب المره دي انك بتقول لي ان انا عندي 35 سنه، حلو. هتاخد الفلوس امتى؟ بتقول لي هتاخدها من دلوقتي عادي مفيش مشكله. هتاخد الفلوس من دلوقتي، بس هتفضل تاخدها، يعني هتاخد دي 35 ودي 36 ودي 37، هتفضل تاخدها لحد ما انت تموت. طب وانا هفضل بقى اكتب كل ده واحسب بقى واجيب دي من الجدول اجيب دي من الجدول؟ لا، هم ريحوك. قال لك ايه يا معلم؟ ان الان اكس دي هي عباره عن مجموعه دي اكس لحد الاخر، اللي هي مثلا دي 99 او اكتر بقى ايا كان. انت هتموت وانت عندك كام سنه؟ هي دي الفكره.
يعني انا دلوقتي معنى ده الكلام ده اللي بقوله كفهم بس، مش ان انت محتاجه دلوقتي في السؤال. يعني معنى ان 35 يبقى من اول دي 35 انت عمال تجمع لحد ايه ما تيجي تموت في الاخر. بس هي دي معناها. فبدل ما بنقعد نعمل كده انت على طول بتعمل ايه؟ ان. طب وانا بقى محتاج اعمل كل ده؟ لا. محتاج تفكر اصلا في كل ده؟ لا برضو. ليه؟ لانك طالما الموضوع اكتر من مره انسى دي اصلا عشان بس تريح دماغك. حلو كده، ارزع ان ايا كان بقى القوانين اللي هتختلف. معلش هو رزقكم كل شويه عطل فني. المهم بس يبقى إيه؟ ايا كان طالما اكتر من مره ان. بس ما تفكرش كتير ماشي، احنا بس عشان نريح دماغنا في حفظ القوانين شويه، فاهم؟ يعني زي ما قلت لك احنا مش عايزين نحفظ يا ان اكس ولا ان اكس بلس 1، احنا عايزين نمشيها بالسنس. حلو، بجانب يعني انك تحاول تحفظ عادي. فانت هتاخد 1000 جنيه. حلو، انت عندك 35 سنه، هتاخدهم امتى؟ من اول 35 سنه لحد ما تموت، فبقت اسمها ان كده. هتروح تجيبها من الجدول، هتلاقي الاجابه 23774. ايه ده؟ وانا هروح الاقي دي كمان في الجدول؟ اه يا معلم، هتلاقي في الجدول ان اكس وهتلاقي في الجدول دي اكس. احلى كلام. اللي يبقى مش فاهم حاجه مع بعضينا. تاني يلا بينا تاني. مش فاهم حاجه قشطه. ان اس بي في كلمتين المره دي الراجل جاي معايا دغري فيهم، قال لي اوردينري وقال لي هول لايف، يعني ما خلانيش افكر اساسا. شكرا. اداني الار ب 1000. حلو الكلام ده. قال لي ان انت عندك كام؟ 35 سنه. كلام جميل. طيب انا لما كانت اوردينري كان لازم ان انا اقول ار في دي اكس، بس التانية ان اكس بلس 1. ايوه بس فاهم، والبلس 1 بقى وتلخبطك اساسا. لا، انت عامة خلي في دماغك خلاص، هو طالما الموضوع طبيعي هتاخد الفلوس دلوقتي مفيش تأجيل هول لايف، يبقى خلاص انا باخد الالف في الوقت اللي انا واقف فيه، وفوق انا عارف ان هي ان. السؤال اللي بتسأله لنفسك بس، من غير بقى ما تبقى حافظ ان دي اكس ودي اكس بلس 1، السؤال اللي بتسأله لنفسك هي اوردينري ولا ديو؟ ديو بتكتب نفس الرقم، اوردينري بتزود واحد بس. خلاص. عشان انت طب ما هو ده نفس المعنى. نفس المعنى، بس انت لما بتشوفه كاكس بتحس ان هو حوار مختلف وفي قانون جامد وليله كبيره، فاهم؟ بس فانت ما تزودش نفسك، اوردينري يبقى بلس واحد، فتعوض بالارقام نفسها اللي في الجدول تلاقي الاجابه دي. فتيجي تبص تلاقي ان دي 2 2 7 7 4، واللي قبلها كانت نفس الحاجه طلعت معايا 2 3 7 7 4. هو الفرق 1000 صح؟ وكانت ايه الألف اساسا؟ دي كانت الار. انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك بس النوت دي خليها عندك، تشوز بقى اي حاجه، ان هي الان اس بي بتاعت الديو هي الان اس بي بتاعت الاوردينري بس بتزود ار. حد عايز يبقى على سبيل الفهم، هي اعتبرها مثلا كده، مش ده الصح يعني، فاهم؟ اعتبرها وكأنها كده، وهكذا يعني. ان ده الاول مثلا، فانت لما بتقبض في الاول يبقى انت اخدت دي ودي ودي، اخدت التلاتة. لكن لو بتقبض في الاخر يبقى انت مش هتاخد دي، انت هتاخد الاتنين دول بس. فبيبقى الفرق ايه؟ انك في مرة ما خدتش قبضها. ده لو انت فهمتني كده على سبيل بس الفهم، لان ده المفروض تبقى انت فاهمه من الفاينانشال في جو ايه الاوردينري والديو. ان الديو ده اول كل سنة والاوردينري بتبقى اخر كل سنة، فعشان كده بتبقى في فرق واحدة زيادة بس. هو ده المعنى يعني. تمام، فرق واحدة زيادة، عشان لو حد بيسأل هو احنا ليه بنزود واحدة، هي جت من فكرة دي يعني. وفي حاجات كده لو انت ما فهمتهاش مش لازم تدقق فيها قوي لحد ما تلقط الموضوع، بعد كده ارجع تاني هتفهمها بالراحه ان شاء الله. وهنا النوت الجميله اللي الدكتور كان كاتبها لكم دي هي نفس اللي احنا كنا بنقوله بالعربي، اللي هو فكره ايه؟ تحت انت بتكتب العمر اللي اتفقت عنده، وفوق بتكتب اللي هو ايه الحته اللي انت الايدج اللي انت هتاخد فيها الفلوس اول مره. بس دي حطها عندك قاعده، لان هي هتفرق معانا قدام، هتبدا تفهم بقى. المهم ان انا فوق دي الفلوس اول مره بقبض. عشان كده كنا بنكتب في الاوردينري ان انا بقبض عند 36، وفي الديو كنت بقبض عند 35. نكمل. بسم الله توكلنا على الله. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. زيدوا النبي كمان صلى عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. ها، جه دلوقتي بيقول لك ان هو شخص امن على الحياه ايا كان عنده 25 سنه، شركه التامين هتديله 1000 سنويا انوالي اهي. يبقى احنا قفشنا ان دي مش اول حاجة، مش دي خلاص. احنا عرفنا ان هي ان، انتهى الحوار. عرفنا ان فوق ان عشان هي ايه بتدفع دايما. احنا بقول لكم الكلام ده بيني وبينكم بنفرق بيها لحد ما يوصل 35. ايه ده جديدة دي؟ مش حاسس ان في حاجة جديدة؟ في حاجة جديدة. ايه بقى؟ ان انت دلوقتي ما قالكش لحد ما تموت، ده قالك لحد حاجة معينة. هي دي بقى اللي كنا بنقول عليها ايه؟ التمبوراري، المؤقتة. حلو كده. طيب ودي هتختلف معايا في ايه؟ يعني بص احنا كده كده متفقين على ايه؟ متفقين ان هنا في ار، ومتفقين ان تحت دي اكس. حلو عشان نريح دماغنا. حلو كلام جميل.
ماشي، واتفقنا برضو ان هي طالما مش مرة واحدة يبقى هنا ان، صح كده؟ وطالما انا بتكلم في اللايف انشورنس، طالما انا عايش يعني، تمام. حلو. انت ممكن تقول لنفسك حفظ او فهم، يعني ايه؟ يعني احنا فوق كنا بنكتب ايه؟ يعني هي مثلا دلوقتي 25، كنا احنا بنكتب تحت 25، وفوق كنا بنكتب مثلا 25 او 26. ليه؟ عشان احنا من اول دي بنقعد نقبض، صح كده؟ لحد الاخر. طيب هو المرة دي انا هقعد اقبض من اول 25 فعلا، بس لحد فين؟ لحد 35 بس. يبقى انا عايز اقبض 25 و26 و27 28 29 وهكذا لحد مين؟ ال 35 بس. فافتكر لما انت هتحدد لي مده يبقى انا هعمل ماينس. حلو كده، عشان انت حطيت لي نهايه، فلازم انا كمان انهيها، اللي هو بماينس مين بمين؟ الحته اللي اتفقنا عليها ناقص اللي هينتهي عندها بس. لان هو كده هيجيب لك بقى مجموع الحبه دول، بدل ما انت تروح تعمل دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، هو كده هيجيبهم لك على طول. يبقى اول حاجه عشان نحفظها، انا بكتب فوق دي لو مره واحده هتدفع، لو انا هدفعها كذا مره او هاخد كذا مره فلوس يعني تبقى ان، صح كده؟ كلام جميل. طالما ما حددتليش حاجه يبقى هي ان بس، حددت لي وقت يبقى ان ناقص ان. افتكر الكلام ده عشان بس تريح دماغك، اكتب لنفسك الكلام ده بالعربي، هتسهل عليك حفظ القوانين. بس وهو هنا مديني الار. اه بس في حاجه معلش انا مركزتش معاكم عليها عشان دخلت احل على طول، ان هو ايه؟ ان احنا اشتغلنا ديو. اشمعنى؟ عشان هو قال لك ايه؟ ديو ناو، تدفع دلوقتي. حلو كده، فعشان كده حددها لي، فعشان كده انا اعتبرتها ديو ما اشتغلتش اوردينري. ايه ده؟ هي دي فيها كمان افتكر انا قلت لك عشان تريح دماغك، هي اي حاجه عندك فيها ديو وفيها اوردينري. التمبوراري ديو اوردينري، الديفرد هيبقى فيها هول لايف وهيبقى فيها تمبوراري، وبرده ديو اوردينري. هم عشان كده بقول لك ما تحفظش ان هم 8، هم نفسهم هم بيتكرروا يعني. وحاليا مش دي مشكلتنا عامة، احنا مشكلتنا ان انت تفهم الموضوع. طالما انت حاسس ان الدنيا ماشية ما تزاولش نفسك. حلو، سيبك بقى من هم حالات كتير قوي انا فاهم، والقانون بيزيد سنه، لا بالسنس هتحس ان هي ماشيه. يعني شبه دلوقتي اهو، يعني يلا بينا. بيقول لك دلوقتي عنده 40 سنه واشترى بوليسة التأمين عامة، هوبا هتديله 1000 انيوالي، يبقى ايه؟ مكررة. هوب حط لي حد، يبقى انا على طول دلوقتي بقيت فاهم ايه؟ انا بقيت فاهم ان مروحة حل هي ار في تحت هتبقى دي 40 سنة، طب وفوق ان ناقص ان، ده اللي انا عارفه صح. بس هتفرق معايا اللي هكتبه تحت. اشمعنى هتفرق معايا؟ ديو ولا اوردينري؟ فانا دلوقتي قلت لك ايه؟ اول حاجه هتدفع لك هتبقى ديو. الله، كلام جميل جامد، يلا بينا ديو. لا بص ركز في البعثه البسيطه دي، هو ممكن يقول لك اوردينري وممكن يقول لك ايه؟ ديو، بس امتى؟ عند 41 سنه. ايه يا عم انت قايل لي ديو؟ ايوه ركز بس، هي مش حفظ بقى يعني، هي هو الطبيعي ديو خلاص روح. لكن دلوقتي هو حدد لك حد، قال لك ديو يعني هدفع لك في عند ما تتم 41. يبقى كده انت بالعقل كده سواء هي اوردينري او لا، هتروح تكتب لي هنا ايه؟ 41 مش 40، لان اول مره هتقبض فيها امتى؟ وانت عندك 41 سنه، مش وانت عندك 40 سنه، فاهم؟ فهي برضو ما تحاولش تدشها، لان هي بالسنس بالنسبه لك بسيطه. احنا قلنا فوق هتاخد الفلوس من اول امتى، فانا هاخد الفلوس من اول 41 لحد امتى؟ لحد بقى ايه؟ 46. هي دي معلش اللخبطه البسيطه. في القانون الاوردينري بيبقى ده الفرق بس، ان انت فوق زي ما انت قلت لي، قلت لي ماشي كلام مفهوم، ما انا مش هقبض دلوقتي، انا هقبض السنه اللي بعدها فبزود واحده. هي نفس الفكره بقى لما تيجي تعمل هنا، ما بتقوليش بقى اللي هي انك بتزود العدد السنين بس اللي هو فرق 5 سنين مثلا، لا بتزود واحده كمان اللي هي ايه؟ يعني انت هنا كتبت مثلا هنا 30، فانت كتبت هنا 31، تروح انت كاتب هنا ايه؟ 36، لو انت بتزود 5 بس. طب كتبت هنا 20، فكتبت هنا 21 وقلت لك بعد يعني لمدة 10 سنين مثلا، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتبقى هنا 31. هي دي الفكرة بس. يبقى بس انت تخلي بالك من البعثة دي، ان هو لو كان بيكلمك في عمر معين وراح جاي قال لك انت هتبدأ في عمر تاني، يبقى انت ايه؟ اللي هي هتبدأ بعدها يعني اكنها السنة، اكن ده الاوردينري بتاعك بس. معلش لو مش ملاحق ان انا اديكوا افكار اكتر، بس عشان زي ما انتوا شايفين احنا يا دوبك ايه بنلحق ناخد فكره على كل حاله، وانتوا جربوا كده كده واحنا مع بعض على الواتساب، يعني انتوا فاهمين، عشان نحاول نلحق ننجز الدنيا. فانت لما تفهموش واحده واحده بالراحه، وروح شوف ايه مثال تاني متجاوب في اي ورقه معاك عادي، وابعت لي وهكذا لو في حاجه ما توهتهاش، وان شاء الله ان شاء الله انا اللي اكون شاكك بس وانتوا فاهمين عادي. طب جيت قلت لك شخص عنده 25 سنه اشترى هول لايف اهو. الله كلام جميل، هول لايف، رجعنا للهول لايف تاني اهو. ثانوي ديو، الله اديله كلام جميل باين اهو، اللي هو ايه؟ هياخد 3000. تمام جاهزه، حلو جدا. بيقول لك اول مره
is due at 65. اوب، ايه ده؟ جديدة دي. انت كنت قايل لي القلم مش عايز يساعدني. المهم انت كنت قايل لي ان انا لما بلاقي الموضوع ده بكتب ار، بكتب تحت دي العمر بتاعي اللي هو 25. صح؟ كنت قايل لي الكلام ده. وقلت لي حاجة اوعى ترجع فيها. قلت لي ايه؟ طالما بتدفع دايما كنت بكتب ان. صح؟ انت قلت لي الكلام ده. قلت لي ما بكتبش دي عامة، يعني حتى لو قدام هيبقى في حرف جديد هيظهر لنا. المهم ان انت قلت لي بكتب ان، ولو ما حددليش حاجة، يعني لو قال لي هول لايف سابني لحد ما اموت، قلت لي مفيش ماينس، انت بتكتب بس ان رقم واحد. صح الكلام ده ولا لا؟ اوعى. صح يا معلم، هو نفس الكلام، ما تفكرش في اي حاجة تانية. الله، ايه الكلام اللذيذ ده؟ طب ما كده حلو اهي. كده تبدأ انت تحس ان الحوار ما فيهوش حاجة. ليه؟ هو الاختلاف بس في الرقم اللي هتكتبه، لكن مش هتحسس نفسك ان في 17,000 قانون. فانا بطلع معاك الموضوع وهنكرره في الاخر ونوحده، نطلع كيوردز كده ايه، نلقط الحوار بيني وبينك. فيبقى انا فهمت خلاص ان هي ان، وهكتب رقم واحد. مشكلتي الوحيده ان في حاجه غريبه، ان اول مره يقول لي ايه، انت اول مره هتاخد الفلوس مش وانت عندك 25 سنه، انت اول مره هتاخد الفلوس وانت عندك كام؟ 65 سنه. فده الجديد بالنسبه لي. طب حلو، احنا كنا متفقين ان فوق انا بكتب ايه؟ بكتب الوقت اللي انا اول مره هاخد فيها الفلوس. صح؟ وانت بتقول لي انك اول مره هتاخد فيها فلوس امتى؟ وانت عندك 65 سنه بس. وهتفضل تاخد الفلوس بعدها 65 66 وهكذا. بس بهذه البساطه. يعني هو القانون كجعلصه او كاحتياط ان هو بيتكتب بالمنظر ده، احتياطي لاي حاجه طبعا، تشوز بقى، احتياطي الجيفن، اي حاجه. المهم ان هي ايه؟ بالمنظر ده اكس بلس ام. يعني انت 25 رحت مزود عليها ايه؟ الفرق السنين اللي هو ال 40 سنه. ولكن انا شايف ان احنا طبعا جبناها بطريقه بسيطه، خلاص هي جاهزه، مش محتاجه ان انا اجعلصها لنفسي. صح كده؟ قلت لي عندك 25 سنه هتاخد الفلوس وانت عندك 65 سنه، بس موضوع بسيط. قلت لي هتاخد 3000، وقلت لي الارقام دي بتتجاب من الجدول بس، وتك تك ارزع تلاقي الاجابه دي ان شاء الله. انا الصراحه ما حسبتهاش، يعني انا نقلت النتيجه مش عشان لو حصل اي حاجه. فاهمين الفكره؟ تاني، يلا بينا. جاب يقول لك شخص عنده 25 سنة، كلام جميل. اوردينري، اخلي بالي، هول لايف، حلو، كلام جميل. 3000 في السنة، قشطة. أول سنة هتدفع امتى؟ 65. ده ديفرد ده تاني، إن هي متأجلة. فأنا بروح، قلت لي إيه؟ ار في تحت تكتب دي اكس. متفقين، اللي هو دي اكس اللي هو إيه؟ اللي هو أنت عندك 25 سنة. كده قلت لي هو أنا محدد لي مدة ولا لحد ما أموت؟ لحد ما أموت، يبقى إن واحدة، مش هكتب إن ماينس. كلام جميل، قشطة. أول سنة هتاخد الفلوس إمتى؟ بص، هو المسألة دي ليها شرح بيلخبطني أنا شخصيا، فأنا هقول لك بالنسبة لي أنا أسهل إيه يعني. هو قال لك أوردينري، فأنت الطبيعي أوردينري بتزود سنة، صح كده؟ يعني بدل 65 تخليها 66، لكن لا، لأن هو قال لي أول دفعة هتدفع إمتى؟ ديو 65. هو خلاص ده جاي لي دغري، ما فيهاش حسابات. ده بالنسبة لي أنا، من غير ما أقعد أفهمك موضوع الإم. هو الام المفروض انك بتاخد 56 65 ماينس عمرك ماينس 1 عشان اوردينري بس، فتطلع معاك 39. فتاخد ال 39 تزودها على 25 تاني، تزودها عليها 1 تطلع معاك هو ده الشرح اللي بيلخبطني انا شخصيا الصراحه، اللي انا شايف ان حاليا في المثال ده من وجهه نظر انا، بينا احنا كده، مش بقول لك اي حاجه، يعني قد يكون علميا في حاجه افضل من اللي انا بقولها لك دي، ولكن انا بتكلم بينا احنا دلوقتي. انا طالما جالي دغري خلاص، هو بيقول لي دلوقتي خلاص فيرست بيمنت از ديو ات 65، شكرا، حوار بسيط. يبقى انت بتقول لي ان هي ايه؟ خلاص اول مره عند ان 65 بس، ما تزودنيش بقى. بس وعوض وتطلع معاك الاجابه. بص، انا الصراحه المثال ده زاولني، عشان ما فهمتش دلوقتي ايه اللي استفدنا ايه باوردينري في الحوار. طب انا اديك مثال دغري تستفاد بيه، يعني نعرف امتى نستفاد بالاوردينري دي من الاسئله برضو اللي الدكتور كان مديها لكم. يلا بينا اهو. واحد عنده 45 سنه، اوردينري، هتديله 300 سنويا، الموضوع متكرر بعد 5 سنين until this. يبقى انا هنا في حاجتين. اولا until this ده قال لي ايه؟ لحد ما تموت. يبقى انا فهمت اللي هي الهول لايف، لحد الاخر. يعني انا لما بخش اعوض، كنت انت حضرتك بتقول لي ايه دلوقتي يا فندم؟ اتفضل. كنت بتقول لي ايه؟ بتقول لي تحت دي عدد الحاجه. اوكي، معاك حق، اتفضل. وقلت لي طالما مش محدد لي مده لحد ما اموت كنا بنكتب ان واحده، تمام، وبكتب فوق اول ان انا هقبض فيها. فهنا بقى خلي بالي بالراحه، هو قال لي ايه؟ بعد 5 سنين، يبقى انا المنطقي ان انا اكتب 50.
الطبيعي، ما انت بتقولي بعد 5 سنين، بس خلي بالك معلش، هو قال لك ايه؟ اوردينري. فيبقى اوردينري انا ما بكتبش 50، انا بروح جاي كاتب ايه؟ 51. هتقولي طب واللي فاتت؟ لا، اللي فاتت هو جه قال لك دغري كده، ما مالكش كفته وانت احسب. هو قال لك هتاخد في اول سنه 65، خلاص ما تحسبش. برضه زي ما قلت لك، ده من وجهه نظر انا الشخصيه، ان هو من غير بقى ما اقعد احسب الام وبتاع، ان هو خلاص هو بيقول لي، هو جاي لي خلاص، هو بيقول لي كده دغري خش. لكن المره دي هو بيقول لي بعد 5 سنين، تمام بعد 5 سنين صح. انا هاخد في اول السنه ولا في اخر السنه؟ انت قلت لي في اخر السنه، ففي اخر السنه دي بتتحسب معايا كام؟ 51، ما بتتحسبش معايا 50. يبقى كده الكلام ده ما اختلفش عن اللي فات في حاجه. هو المره دي سابني بعد 5 سنين وشكرا، بس هو كان قايل لي انه في الاخر اوردينري. فساعتها بتتقلب ايه لما تزود على عشان احنا كنا بنعمل ايه اهي، لو انت بتاخدها كقانون اكس بلس ام بلس 1. هنا بقى المره دي الام تفيدك ليه؟ لان انت الاكس 45 والام اللي هي 5 سنين وال1 تزودها من عندك تطلع معاك بكام؟ ب 51. هنا ساعتها لو انت مش فاهم وحافظ اريح لك، اتفضل عادي مفيش مشكله. فانت عشان تريح دماغك اوردينري زود واحده. طب هو في السؤال جاي لي دغري وقال لي في اول السنه الفلانيه، خلاص يبقى هو نهى الكلام بتاعك. لكن سايبك كده يبقى انت متعود، ده الطبيعي بتاعي، اوردينري بزود واحده، اوردينري بزود واحده، اوردينري بزود واحده على طول. بس وتروح تعوض بالمنظر اللي انت شايفه ده، هوب تطلع معاك الاجابه دي، اللي هو لو قربناها تبقى 0.38 شبه ما هي موجوده في الاجابات. السؤال ده موجود في ورق الاسئله اللي هو رقم 32 تقريبا. يا رب كده الموضوع يكون وصل اكتر سنه. اللي بعده، الحالة اللي بعدها، بسم الله حرص عشان ما تزودش نفسك. هو دلوقتي بيقول لك عندي 25 سنة، تمام. قال لك حاجة 8 سنين بس، شفت متحددة من الأول أهي. يعني هو قال لي ما بين حاجتين، أيوة بس ما قاليش ما بين حاجتين، لا هو قالها لك، قال لك 8 سنين بس، يعني ما قالكش لحد ما تموت. أهي أنيوتي هتفضل تدفع، خلاص هي مفهومة. هتدي لك 1000 في السنة. هات ال NSB لو أول سنة هتدفع تكون عند إيه؟ عند 45. إيه ده أنا زودت أكتر. ايه اللي جاب 45 في الحوار؟ ايوه هما حاجتين في بعض، شرطين في بعض مهمين. ان هو قال لك 8 سنين، يعني هي اولا مش لحد ما تموت، ثانيا هي مؤجله، هي ديفرد بس. وبرضو الاسامي مهمه بالنسبه لك كجو ان الدكتور بيقول ان هي ممكن يجي يسالك ايه نوع دي، فانت فاهم طالما هي مره واحده. لو مره واحده بيور انداونمنت، اكتر من مره يبقى احنا دخلنا في اللايف انيويتي. لو احنا بنتكلم طبعا انك وانت عايش هتاخد الفلوس، فهتفضل تاخدها لحد ما تموت هول لايف. هتاخدها وقت محدد temporary. طبعا لو الكلام ده لو هي مش متأجلة، لو بتبدأ من دلوقتي على طول، سواء بقى دي ولا اوردينري، اللي هو فاهم في الاول ولا في الاخر. ديفرد لو متأجلة شبه ما بيقول لك دلوقتي عند سنة 45، عند سنة 65، وبرضه ديفرد بتبقى متقسمة هول لايف وتمبراري وهكذا. انا بفكرك بس ماشي. المهم نرجع تاني. يبقى انت دلوقتي كنت بتقول لي ايه؟ ان انا اكتب NSB، تمام صح. ايه الكلام الجامد ده؟ ماشي. وبعدين ار في على ما اظن دي احنا صممناها من الفيديو اللي فات، ان دي هتكتب ايه؟ 25. تانية كانت ال. قلت لي طالما مش مره واحده بكتب ان، وطالما مش لحد ما اموت، لا دي متحدده، ده 8 سنين بس، يبقى انا بكتب ان ناقص ان. طيب انت قلت لي انت متأجلة لحد امتى؟ لحد 45 سنة. قلت لي ان احنا هنقعد كام سنة؟ 8 سنين. يبقى زود 8 على 45 تبقى كام؟ كالكوليتر بسرعة تبقى ايه؟ 53 بس. هتروح تجيب كل واحدة من جدولها، هتطلع معاك الإجابة على طول وشكرا. تاني، واحد عنده 25 سنة، ordinary 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 8 years متحددة، تديله 1000 annually. بيقول لك عند 45 سنة، فاحنا على طول بنروح نكتب ايه؟ ار في دي هو عنده كام سنة؟ قلت لي كام سنة؟ 25، نفس الأرقام. قلت لي طالما متحددة بمدة يبقى ان ناقص ان، وهو قال لي أول سنة ابدأ 45، فأنا قعدت أتكلك على اوردينري اوردينري اوردينري، بس احنا نكتب 45 برضه. قلت لك ليه؟ قلت لك لأن هو جالك دغري وقال لك if the first term is due at 45، خلاص هو بيقول لك الدفع في 45 بس. هتروح انت مزود 8 وتبقى 53. احنا قلنا خلاص طالما محدد بنكتبها زي ما هي. لكن معلش لو انا مش عارف انا قطعت فين ورجعت، معلش كنت بفصل وجيت. لكن لو ما كانش قايل لي بشرط كده بالظبط، اللي هو قايل لي انت هتاخدهم في الوقت الفلاني بالظبط، كنا احنا عملنا ايه زي اللي عملناها؟ ان احنا زودنا واحد. طيب يبقى احنا نمسح كده، عايزين نفتكر كام حاجه. يبقى انت جيت قلت لي لو حاجه واحده كده كده، لو انا بتكلم ان انا عايش
ان انا هاخد فلوس وانا عايش مش وانا ميت. فوانا عايش انت قلت لي في حاجتين، لو انا هاخد فلوس مره واحده اسمها بيور انداومنت، صح كده؟ وقلت لي بيور انداومنت دي على طول بتبقى ايه؟ دي على دي، صح كده؟ تحت بيبقى العمر وفوق ايه؟ اللي هو وقت ما انا هقبض. كلام جميل. بعدها رحت انت قايل لي اللايف انيويتي، قلت لي لا دول بقى ان انت تاخد فلوس كتير، صح؟ حتى رحت دايما قايل لك الاجابه تحت دي بس فوق ان لو انت هتفضل تاخد الفلوس لحد الاخر، وان ناقص ان لو انت هتاخد الفلوس لمده معينه. يعني احنا كان عندنا اللي هو الهول لايف، وعندنا التمبراري، وعندنا نفس الحاجات دي في الديفرد، ان انا لو اجلت هيبقى عندي برضو الهول وعندي التمبراري، صح كده؟ انا بس بفتكر معاك. وكل واحده بقى عندها ايه؟ الديو والاوردينري، عشان بس ايه بنحاول نلخص اللي هو كان بالمنظر ده. تمام؟ ديو في الاول، اوردينري في الاخر. دايما كنا مثبتين الدي تحت، دايما فوق ان. طالما من الاول للاخر بخليها ان واحده بس. لو انا لقيت ان هو محدد لي حاجه بخليها ان ناقص ان. ديو بروح جاي كاتب الاكس زي ما هي. اوردينري بروح مزود واحده، اللي زي ما قلنا هو اللي كان مشترط. حلو كده؟ امال كانت ديفرد ايه؟ نفس الكلام، الفرق بس ان انا لما كنت باجي ابدا مثلا دي 25 كنت فوق بكتب الان اللي هي مثلا الهول لايف من اول ما هو يقول لي انت مأجلها لحد 65 بس. طب قال لي ومده معينه، خلاص من 65 لحد 75 مثلا، من ماينس بعض. فاهم الفكره؟ بحاول افكرك بس عشان بس ايه ما تلخبطش نفسك، بس عشان تريح دماغك. في حاجتين بالمره بس عشان نتشوز ولا حاجه لو لخبطوكوا، اللي احنا ما اتكلمناش فيهم بضمير قوي، اللي هم ايه؟ قوانين الدي. بس ان احنا قلنا الدي لو انا مش هجيبه من الجدول فهو عباره عن في تايمز ال في ده اللي هي البريزنت فاليو، والا عدد الناس اللي عايشين في الوقت ده. قلت لك هات لي دي 30 والنسبه بتاعتها اهي 2.5 وال 30 مديها لك، خلاص هتروح تعوض مكان في 30 بقانون اللي هو ايه؟ البريزنت فاليو، اللي هو كان بيبقى 1 بلس النسبه باور نيجاتيف الوقت اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو عشان دي 30 بس في ال 30 اللي هو مديهاني وخلاص، عشان بس جو اللي تشوز. فانا قلت لك دي اكس بتساوي في اكس ال اكس، يبقى دي اكس بلس 1 هتساوي في اكس بلس 1 ال اكس بلس 1. طب دي اكس بلس قرد يبقى في اكس بلس قرد ال اكس بلس قرد. فاهم الفكره؟ عشان بس ما يزولكش انت يعني تتزاول معاه. وقلنا ان الان دي عباره عن من اول الدي، من اول الرقم ده لحد الاخر. يعني مثلا قلت لك ان 55 يبقى هي من اول دي 55 لحد ما تموت. قلنا مثلا دي 99، المهم ان انت لحد ايه ما تموت، هي دي معناها. فمن هنا تبقى انت بس عارف حاجه، ان اكس بتساوي دي اكس بلس ان اكس بلس 1. يعني مثلا ان 50 بتساوي دي 50 بلس ان 51. ده بديهي عادي، لو انت حاولت تعوض هتبقى فاهم المقصود يعني. المهم انت بس ايه على سبيل اللي تشوز ما تتزاولش بس. حلو كده؟ يبقى افتكر الموضوع ده. او العكس انا بفتي معاك، ان 50 ماينس دي 50 هتساوي ايه؟ ان 51. هي غريبه كمنظر بس هي كمعنى هي مظبوطه فعلا، لان احنا اتعودنا في التأمين الرقم الاصغر ده بتبقى اكبر يعني عشان بتبقى فيه واحده زياده. طيب لو انا عملت ان اكس ماينس ان اكس بلس ان هتطلع معاك دي اكس لحد دي قبل دي بواحده. مش فاهم يعني؟ انا لو عملت ان 50 ناقص ان 55 هتطلع عندي ازاي؟ دي 50 دي 51 دي 52 دي 53 دي 54 قبل دي بواحده تاني. يعني انا لو عملت ان 30 ماينس ان اي حاجه خليها مثلا 33 هتبقى دي 30 بلس دي 31 بلس دي 32 بس كده. هتقف قبلها بواحده. انا مش فاهم حاجه من الحاجات دي، مش مهم، دي خليها في الاخر بعد ما تذاكر. ابقى دش الحاجات دي عشان اللي تشوز بس، ما تزولش نفسك بيهم. اتمنى تكونوا فهمتوا مني حاجه يا رب، يعني اكون سهلت عليكم حاجه. يا رب انتوا بقى تسهلوا على زمايلكم، لان يعني للاسف مش كل الناس عارفه ان الفيديوهات بتنزل. فطبعا انتوا هتبقوا السبب ان انتوا تاخدوا ثواب فك الكرب ده عن الناس، وان الدل على الخير كفاعله. لان فعلا انا ما كنتش هوصل للناس طبعا من فضل ربنا يعني اكيد، بس هو ربنا اختاركم انتوا تبقوا السبب ده. فما تضيعوش الفرصه، لان عالم احنا بكام مره هيبقى مفتوح قدامنا باب خير شبه ده. ربنا يستخدمنا كلنا ويصلح نوايانا، ويا رب يطلع الفيديو كل ده بيسجل تمام. واي حاجه مع بعضينا على الواتساب خدوا راحتكم. ونكمل سوا في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.